السلام عليكم متتبعي بغي راسك، نتمنى كتكونوا مزيان. المهم هذا واحد البرنامج اللي جديد غادي يكون في القناه واللي سميتو قهوه مع حمزه، وغادي ندويو فيه على بزاف ديال المواضيع اللي مهمين في الحياه، واحد المواضيع اللي غيعاونوكم بزاف تزيدوا في الحياه ديالكم. دونك دير لي كوت، جلس في شي بلاصه اللي خاويه وجيب قهوه ديالك واستمتع. دونك اول حاجه خاصك تعرفها باش دوز 2025 مزيان وتعيش مزيان هي انك راك غير انسان، كتدخل طواليت، كتاكل، الا ما نعستيش كتمرض، والا ما صليتيش كيجيك الاكتئاب. دونك وفي الاخر غادي تموت غادي دير تحت التراب غادي دير. دونك الحياه واحد الحاجه اللي ما خاصكش تعطيها اكثر من القيمه ديالها باش تعيش مزيان وبخير. باش تبدا 2025 مزيانه وتغير حياتك فيها راه ماشي واحد الحاجه اولا صعوبه اللي كثيره. باش تطفروا في 2025 راه واحد الحاجه اللي سهله. شنو؟ غادي تجيب دفتر، غادي ترسم واحد الجدول، وغادي تقاد واحد البروغرام اللي شحال هادي ما كنتيش مقادو. فهمتي؟ انا شنو باغي ندير في حياتي؟ مثلا عندي فورمه خايبه بغيت ندخل لاصال، ففي هاد الدفتر هذا غنكتب انني اثنين صافي غندخل لاصال، واحد الحاجه اللي كتسمى ديريكت. ما كاينش التاجيل ولا لا بعد غدا، هذاك التاجيل هو اللي مخليك في بلاصتك. دونك صافي بغيتي لاصال، بغيتي تبني فورمه، اثنين غادي نمشي، واخا ما يكونوش عندك الفلوس تسلف، واخا هذه اول حاجه. واخا تدخل لاصال ما كتسماش انك درتي شي حاجه، لا خاصك تستمر فيها باش القدام من هنا لقدام تشوف دوك النتائج. وبحال هكا العادات الايجابيه، وإلا كنتي مثلا كتضيع الوقت مع الدراري صحابك بزاف، اللي كتضيع النهار ديالك في التخربيق وفي الهضره على بنادم اخرين وكذا، فهادشي ما خدامش. اول حاجه غادي تبعد من الدراري السلبيين وتضييع ديال الوقت، حيت الوقت راه هو اهم حاجه. وثيق بيا ملي غادي تشرف مثلا غتكبر شويه في العمر، غادي تولي تقول ناري كون عمرت داك الوقت ديالي ديال الفراغ ضاع عليا غير هكا، كون درت فيه شي حاجه، كنت علمت فيه شي حاجه جديده والى اخره. مثلا داك الوقت اللي كتضيع في الفراغ مع الدراري صحابك تقدر مثلا تاخذ كتاب اللي غيعاونك بزاف، بحال الكتاب اللي شتي في الكوفر ديال التامبنيل فيه الباتر، فهمتي كيفاش تولي سعيد. كاين بزاف ديال الكتوبه اللي غادي يعاونوك بزاف، كتوبه ديال المال مثلا الاب الغني الاب الفقير. وفي هذا الوقت ديال الفراغ تعلم مهارات جديده اللي غيعاونوك من هنا لقدام. كيف ما كنت انا كندير شحال هادي، كنت صحابي صافي كنشوف راسي كنضيع معاهم الوقت، كنبعد منهم، كنمشي كناخذ واحد 10 دراهم كنمشي كنريح في القهوه من 2 حتى 7، خديت بيسي وكنتعلم مهارات المونتاج، ديزاين، الايديتينغ، كلشي اي حاجه تعلمتها. دوزت شي 3 سنين وانا كنتعلم غير فهادشي. كل يوم شاد كرسي في قهوه، حط قدامي البيسي وكنتعلم مهاره. ومن بعد بهاد المهارات هادو حليت واحد الكونت في فايفر وبديت خدام، وتعرفت على ناس اللي زوينين من مختلف البلدان، من تركيا، من ميريكان، من المانيا، من كندا، من صافي وليت خدام معاهم وتندخل معاهم فلوس، وناس اللي كاليتي. وتخيل دابا كون داك الوقت اللي بقيتي فيه مع صحابك كتلغي معاهم ودازت 3 سنين وانت باقي كتلغي وكتلقى راسك ما درتي والو. واحد الموضوع اخر اللي مهم واللي هو بعد على الدريات. واحد صاحبي تيلغي شي ناض كيضحك. علاش؟ حيت شحال هادي كيف ما كنتو راه كانت عندي شين قبل من هادي، كنا وصلنا ل 40 كوت هاكات وتمحات، وهادي راه جديده. كنا شحال هادي كندويو على دريات ودرنا كتاب على الدريات، ولكن وبعناه ومن بعد شنو استفدنا؟ حتى خريه ما استفدنا حتى شي حاجه، غير ضاع الوقت في الخوى الخاوي، خسرتي العلاقه ديالك مع الله. وحتى هي بحال الدراري السلبيين، كتبقى حاضي التليفون واتساب، هادشي ما عنده باش ينفعك، كاع داكشي اللي كيخلي دماغك مشتت. حاجه اخرى هي شوف عائلتك نتوما، فهمتي؟ الا كنتوما في حالكم مش كذا، هادشي هو اللي كيحفزك انك تنوض، تخدم، تقاتل، تعلم شي حوايج جداد، فهمتي؟ تعرف مع ناس زوينين باش تبني علاقات في المجتمع. تخيل معايا دوك العميقين اللي تيبقاو يلوحوا لك فيديوهات ساد عليك وكذا، راه الا ما كنتيش انسان اجتماعي راه ضروري انت خاصك ضروري تخرج باش تخدم وتاكل. الا ما كنتيش انسان اجتماعي راه اي خدمه مشيتي ليها، اي شركه مشيتي ليها، دخلتي غير لاصار غتلقى معاناه اللي خايبه بزاف، ما تلقاش تدوي مع بنادم، ما تلقى عندك الرهاب الاجتماعي. دونك الا كنتي من الناس اللي فيك الاكتئاب ولا كذا، حاول تخرج، دوي مع ناس، دخل لاصال، تعرف على ناس. اول حاجه بدا بها دخل غير للجامع، تعرف على ناس، حتى هذه واحد الحاجه اللي مهمه انك تعرف على ناس جداد. وهاد الناس ما يكونوش ناس اللي لغايه، فهمتي؟ ناس اللي ملي كتريح معاهم كتحس براسك استفدتي في شي حاجه وغيزيدوا بك القدام من هنا للقدام، فهمتي؟ باش تزيد معاهم القدام.
اذا كانوا شي واحدين ما كيدير والو راه انت غادي تبقى معاهم وما غادي دير والو. واهم حاجه اللي صراحه غتغير لك حياتك كيف ما غيرت لي حياتي انا، ولا هي بروغرام. ثيق بيا الا ما كانش عندك بروغرام والله ما غادي دير شي حاجه. بروغرام كتمشي عليه حياتك كامله، فهمتي؟ مثلا قلت لك ورقه وضيف شعرها، ولا غير في التليفون ديالك غادي تكتب 2 غنمشي لاصال من 9 ل 10، ملي غنخرج مع لاصال من 10 غادي نجي غادي ندوش غادي نفطر، فهمتي؟ وتا داك الفطور غتكون كاتب شنو غادي تفطر، بانكيك ديال لاصال. من بعد مع 2 ل 4 عندي قرايه، غنمشي غادي نقرا. في العشيه عندي خاوي من 6 ل 9 غادي نمشي غادي نحط البيسي غنريح في القهوه غادي نتعلم حاجه جديده. بروغرام بحال هكا كتكون كاتبه في ورقه كديرو كل يوم كتعلقوا في الماريو. دونك كاع دوك العادات السلبيات اللي كديرهم، مثلا كتفرج في البورن، فهمتي؟ كتشرب مثلا كوكاكولا، هذاك الشيء اللي تيقولوا ليه جانك فود، فهمتي؟ ما عندكش علاقات مع بنات. كاع دوك السلبيات اللي عندك غادي تحاول تشوفهم وغادي تقول صافي من اليوم غادي نبعد من هادشي. غاتجيك صعيبه ولكن ضروري غتقاتل باش غتبعد من هاد السلبيات وغادي تبدلهم بواحد العادات اللي هما ايجابيين. واحد الحاجه اخرى اللي مهمه بزاف واللي هي كما قلت لك ديك الجمله في البدايه ديال الفيديو، غير ديك الجمله راه كتلخص لك كلشي، فهمتي؟ الا كنتي كتشوف الناس مثلا هذا صاحبي دار كدا، اولا كتفرج ناس في انستغرام اللي ناس لاباس عليهم وكذا، وحتى انت كتولي تبغي تولي بحالهم، اولا كتسعى للمثاليه. حتى شي واحد ما مثالي، وهذوك اللي كتشوف في الانستغرام هذيك راه غير كاميرا، راه بشي شتي حياته من ورا الكاميرا غادي تلقى راسك انت احسن منهم بزاف، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. خلاصه القول هي شوف انت حياتك، الا كنتي باغي توصل لواحد الحوايج وباقي ما وصلتيش لهم فهذا هو العام اللي خاصك تبدا فيه، فهمتي؟ قلت لك العادات السلبيه كديرهم غادي تحيدهم غادي تبدلهم بعادات ايجابيه. كتضيع وقتك في الخوى الخاوي غادي تحيد داك الوقت ديال الخوى الخاوي تسكرولي في انستغرام ولا تيك توك وداك التخربيق، فهمتي؟ وغادي تقلبهم بعادات ايجابيه. مثلا ديك الساعه اللي كتسكرولي في انستغرام ريلات، تقدر في ديك الساعه تقرا القران، تقرا واحد 2 الوراق اولا 3 الوراق ديال القران. من بعد داك الوقت ديال الفراغ اللي كتخرج مع صاحبك كدوروا في العشيه كذا تابعين الدريات وكذا، تقدر تمشي للقهوه تحط البيسي وتبدا تعلم شي حوايج جداد، تعلم لغه، تعلم ما كاين بزاف ما يدار. قرا قرايتك، قرا كتاب، فهمتي؟ بحالي انايا اشوف جايب واحد البلاصه اللي مكالميه، حاط قهوه ديالي كنقاد لك في هذا الفيديو هذا، ومن بعد تنتكالما مع راسي كنشد واحد الكتاب اولا بخير. دونك هادشي اللي كاين. وشوف راه غادي يدوز واحد الوقت، راه انا ندمت، فهمتي؟ انا ندمت. انا فاش شديت الباك لغيت واحد 3 سنين ماشي 3 سنين كامله لغيت فيها، ولكن واحد العام داز لي غير الغا مع الدراري صحابي اللي لحد الان باقيين ما داروا حتى شي حاجه. صافي لقيت داز تخيل عام ديال الغا ضيع لك من حياتك وما درت فيه حتى شي حاجه. داكشي علاش كنقول لك انا هاد الهضره هادي. من بعد عامين هي فاش بديت من ورا من داز داك العام اللي لغيت فيه، من ورا داكشي صافي قلت لا كدا، وبديت كما قلت لك تعلمت كدا، حليت فايفر، دابا وليت ولا عندي الانستا، فهمتي؟ تعرفت على ناس جداد، فتحنا شان تعرفنا عليكم، فهمتي؟ وليت خدام في كفريلانسر، وليت كنعرف بزاف ديال الناس، فهمتي؟ وليت بخير، فهمتي؟ وتخيل كنت هاد العامين هادي حتى هي ما درت فيها والو، فين كنت غادي نوصل؟ كنتي غتلقى راسك شرفتي وباقي ما درتي حتى شي حاجه. داكشي علاش الوقت راه من ذهب وما تضيعوش في الخوى الخاوي. والقهوه ديالي سالات حتى الفيديو غادي يكون سالا. دونك نتشافوا في الفيديو الثاني اللي غادي تكون واحد الحلقه مع الصديق ديالي اللي غادي تكون على الفريلانس اولا العمل في الانترنت كيف ما بزاف منكم طلب. نتشافوا في الفيديو الجاي.